السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كده البنات لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله البنات رجعت معكم وغادي ندير معكم واحد الوصفه سهله بزاف كيبغيها الكبير والصغير، هي لي بات البنات او سباكيتي كما كتشوفوا بواحد الطريقه سهله وبالكريمه. كتجي غزاله بزاف البنات. كنحتاجوا فيها اول حاجه البنات لي بات او سباكيتي. اللي بغيتو البنات انا كنستعمل هذا النوع اللي شويه كيتوجد بسرعه، كيحتاج 3 دقائق ديال الطياب، فيها 500 غرام. غادي ندير واحد 400 غرام، غادي نديرش كامل البنات، ندير 400 غرام بحال هكاك تقريبا. اول حاجه البنات كنبداو بها كنديروا الماء في الكميله، كنديروا فيها رشه ديال الملحه وعاشق كبيره ديال زيت الزيتون. من بعد كنهز البنات الكميه اللي تكفاك، يعني مثلا انا غادي نهز 400 غرام كما قلت لكم، نتوما ديروا على حسب عدد الافراد الاسره، كلكم ديروها كامله الا كانت الاسره ديالكم كبيره. كنخلي البنات في الكميله مره البنات ما نغفلش عليها، مره نقلبها باش ما تلصقليش مع بعضياتها. كنحتاج البنات المرحله الثانيه الزبده تكون نوع جيد، زبده حيوانيه البنات، الفرماج محكوك، الحبقه البنات والكريمه السائله. انا باقا واضعاها البنات في الثلاجه، ما بغيتش نخرجها دابا باش ما تسخن لياش. وشويه ديال البزار البنات، هادو هما المقادير اللي كنحتاجو في المرحله الثانيه. نتوما البنات هي قربت توجد لي انا سباكيتي كما كتشوفوا، هي وجدات. انا كنوفي شويه 3 دقائق، واخا كتبان البنات 3 دقائق كندير واحد 4 دقائق بحال هكاك، كنبغي شويه تكون طايبه. غادي نصفي دوكا البنات سباكيتي، نصفيها في واحد الصفايه. نجيبها البنات واحد المقله كما كتشوفوا انتما البزار البنات، شويه ديال البزار. ها هي البانه اللي كنستعملها انا البنات، هي هذه. كنكون البنات استعملوا الاخرى البنات اللي غطايه ديالها زرقاء، حتى ديرها بحال غير دير فيها نسبه ديال الدهون شويه عاليه، حتى هي ديال الطبخ وديال الحلويات في نفس الوقت. كنجيب البنات المقله كندير فيها واحد 2 طروفه ديال الزبده بحال هكا، حتى 3 اللي بغيتو، يعني جاد واحد العشق كبيره ديال الزبده 50 غرام هكاك تقريبا. كنخلي البنات تذوب مزيان. نتوما كما تشوفوا النار البنات تكون مهيله، ما تجهدوش عليها العافيه. من بعد البنات كنضيف ليها بانه او الكريمه، كندير البنات واحد 120 بحال هكاك مليلتر ديال البانه. كنخلط البنات كلشي مزيان تينسجموا مع بعضياتهم. كنزيد واحد القبيصه ديال الابزار. كتجي البنات ساهله مالو، كتوجد في رمشه عين صراحه. 5 دقائق ها هي لي با ديالك واجده. كنخلط كلشي البنات مزيان. كنضيف ليها البنات دوكا الفرماج محكوك، واحد مقدار 3 العواشق بحال هكاك ديال الفرماج. مباشره البنات كنجيب لي بات كنوضعهم على هاد لاصوص. كتجي البنات واحد لاصوص غزاله بزاف والبات الصراحه ما تقنعوش منها وساهله. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم البنات. وكنحركها البنات مزيان كما قلت لكم البنات، كما شفتوا العافيه راه مهيله، ما تجهدوش على سباكيتي ديالكم، العافيه تكون العافيه يعني متوسطه. كنحركها البنات مزيان بدات تدخل لاصوص في سباكيتي كامله. من بعد البنات كنجيب الحبق او الزعتر اللي بغيتو، اللي كتبغيو كمنسم الباط ديالكم ديروا اللي بغيتو، ولا ما عندكمش ما يعني بلاش. وكنخلط عاوتاني البنات جيدا. اللي كنطفي البنات على العافيه، كنخلي البنات تشرب ليا لي باط مزيان يعني عفوا بالزبده والكريمه. ها هي وجات عندي، شوفوا كيفاش كتجي صراحه ما تقنعوش منها. بسم الله. صافي بحال هكا البنات كنحطها في طبق التقديم. كنزينها البنات بواحد شويه ديال المعدنوس. انا ما عنديش طري، الا كان عندكم طري يكون احسن، عندي ديال المجمد. كنرش عليها واحد شويه ديال الفرماج. كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم. ما تنساوش كيف العاده بواحد لايك وابوني والبارطاج باش تشاف اكبر عدد ممكن. وشكرا لكم بزاف للمتابعه وللناس اللي دخلوا عندي جداد. مرحبا بكم، الف مرحبا، ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.